رئيس سجن بأحد الجزر اللي كلش باردة قرر سجناء يسبحون بمي الحر بدل ما يسبحون بمي البارد. سألوه ليش هذا القرار؟ قال إلى سببين. أول شيء، إذا أنا أوفر لهم رفاهية أكثر للسجناء احتمالية أقل ذولا يفكرون يشردون من السجن. والدليل الثاني، ذولا إذا تعلموا على مي الحر من يردون يشردون من هاي الجزيرة جسمهم ما يقدر يتحمل برودة المي، السباحة بالمي البارد، بهيج حالة نقدر نلزمهم ونرجعهم مرة ثانية بسهولة. من تقرأ حياته هواي رواد أعمال تنتبه أكو شيء مشترك عندهم، يعني برغم وجود مثل هذا السجن بحياتهم بس هم كانوا يسوون شغلات مختلفة وصعبة وتضحيات عندهم، يعني يسبحون بمي بارد بدل ما يسبحون بمي الحار. أوكي، يعني حصلوا الشيء اللي يردونه بس نفس الوقت ضحوا بهواي شغلات ولذات. المشكلة هواي شباب يردون يوصلون بدون تعب، بدون أذية، بدون تضحية. شلون؟ ما أعرف شلون هم يريدون يوصلون.